بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم راح أسوي وياكم الكليتشة بكل خطواتها مثل ما طلبتوا، وإن شاء الله تعجبكم. طبعا صيام مقبول، وكل عام وأنتم بألف خير، وعساكم من عواد إن شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هاي كليتشتنا الحلوة، شوفوها. سويت تمر والبجوز ومبروش جوز الهند وحلقوم، وبقت عندي شوية عجينة سويتها خفيفة بالزعتر، وما أحكي لكم على ريحتها، وصلت السابع جار. هسه إن شاء الله أشوفكم المقادير والطريقة، وإن شاء الله تعجبكم، وعلينا وعلى عيونكم بألف ألف عافية. هاي هنا عندي المقادير: 3 كيلوات طحين صفر، من هذا الطحين اللي هسه وزعونا اياه بالوجبة. خليت عليه خشوقتين أكل حليب باودر أي نوعية تعجبكم، أنا خليت حليب محمود، وخاشوقتين أكل حبة سوداء، وخاشوقتين أكل سمسم محمص، ويا رشة ملح، يعني تقريبا نص خاشوقة مال شاي، وخاشوقتين هيل مطحون، وهاي هنا خاشوقتين أكل شكر مطحون. فما كثرت لها بالشكر لأن هي الحشوات كلها حلوة أصلا، يعني التمر حلو، الجوز بيه حلا، المبروش بيه حلا كله. فهسه راح أشوفكم ذن ال3 كيلوات طحين أخذوا كيلو ونص دهن. استخدمت دهن جنة، اكو يخلون زبد ودهن، اكو يخلون بس زبد، اكو زيت وزبد ودهن يخلطون، يعني مثل 3 اشكال. اني فما استخدمت لا زيت ولا زبد، اكتفيت بس بدهن جنة لان ريحته كلش طيبة ونوعيته زينة. وخليت عليها باكيت جيمر قشطة، وكاستين روبة زبادي لبن. فهاي استخدمت اول كاسة، وبعدين احتاجت خليت الكاسة الثانية. هاي هسه راح ان شاء الله اخلط المواد، الابسها بالدهن واشوفكم شلون تصير رملية وارجع لكم. هاي هنا خليت عليها الدهن بعد ما لابست المواد الجافة كلها، خليت عليها الدهن. طبعا الدهن لا حميته ولا شي، هو بحرارة المطبخ، وتعرفون يعني هسه الجو صار حار، فكلش زين يعني هيجي لازم هيجي، حتى العجينة ما تصير سودة، تبقى العجينة بيضة، وتبقى الكليتشة هشة الآخر قطعة بيها، يعني عبالك هسه مسوينها. فهي هسه راح الابسها بالدهن. شوفوها شلون تصير رملية، يعني تظلين لوش قد ما الكمية مالت الطحين لازم تصير بهالشكل اللي هسه راح تشوفيه. اخر شي راح تشوفين شلون يصير شكلها رملية، وشلون من تعجنينها بايدك شلون يصير. يعني هاي هسه ما مخليه لا مي ولا حليب ولا اي شي، يعني حليب سائل فقط، المواد الجافة اللي خلطتها والدهن. وما استخدم لها مي هواي، لان الكليتشة اذا تستخدمي لها مي هواي راح تصير يابسة، واذا ظلين تعجنين بيها هواي من تخلي لها مي تعجنينها هواي راح تصير مطاطية. من تصير مطاطية تصير شلون الصمون، يعني ما تصير هشة هيك، يعني هيك شلون طعمها هشة مثل الشكر لما تذوب بالحلق، لا راح تصير مطاطية مو طيبة وتيبس بسرعة. فهسه شوفوا هاي طريقتي، أنا والله العظيم صار سنين معتمدة هاي الطريقة، وكل اللي ياكل الكليتشتي يتعجب بيها، يقول يعني شقد ماكلين كليتشة بس مثل هيك طعم ما شايفين. فهاي دهن أنا خليت بالتدريج، آخر شي إنه صار كيلو ونص أو شوية فوق الكيلو ونص دهن، لأن أنا أحبها هشة بزيادة يعني. وأنا ما حميت الدهن مثل ما قلت لكم، شوفوا حرارة المطبخ وسويته. شوفوا هسه النتيجة، يعني تظلين تلابسين بالطحين إلى أن ما يبقى طحين، كله يتلابس يصير هيك رملية، كل الطحين يتغلف بالدهن. يلا تنجح عندك الكليتشة. وهنا قد ما تظلين تفركين بيها الطحين بالدهن كل شي ما عليها، بس من تخلي لها مي ما يصير تعجنينها هواي، لأن إذا انعجنت هواي راح تصير مطاطية ومو طيبة، تطلع ما تنجح عندك، ما تصير هشة. شوفوا هاي هسه شلون هيجي
هسه كلها راح تصير بنفس المستوى، يعني ما يبقى طحين. والعجينة تظل بيضة، ما تصير سمرة أبد. هاي تتبع طبعا الدهن إذا تحمينه، والفرن إذا تخلينها هواي بالفرن راح تصير يعني تقسب زايد ولونها يتغير. شوفوا شلون بدأت تصير عندي. هسه هم راح اخلي لها بعد شوية دهن، لان حسيتها يعني محتاجة بعد دهن. يعني هسه تقريبا اني كيلو دهن خليت، فراح اخلي لها بعد مقدار نص كيلو. طبعا هذا الدهن كلش نوعيته يعني جيدة جدا، وريحته طيبة، وأبد ما يلزق بالأكل. يعني أكو بنوعية دهن يعني من يبرد الشي يعني شلون يلزق الدهن، هاي حتى لو تبرد يعني نفس الشي يبقى طعم نكهة الدهن طيبة تبقى، يعني كأنه ما دهن حر. أنا صراحة كل مرة أخلي لها دهن حر للكليتشة، بس هالمرة ما عندي والله، فاكتفيت بهذا الدهن جنة ونعمة من رب العالمين، يعني خير وبركة. صارت كلش طيبة، طعمها طيب والله. أي واحد ياكل الكليتشة مالتي يتعجب بيها. أنا هاي الطريقة معتمدتها صار سنين، نفس الطريقة. بس كل مرة طبعا يعني أول بداية يعني قبل كم سنة يعني ما كنا نعرف نخلي لها روبة أو شي. يعني قبل ناس أكو تخلي بيض، أكو بالحليب السائل تعجنها. يعني بس بمرور الوقت واحد يتعلم، يعني هم يعرف شغلات وهذي، فظليت أخلي لها لبن زبادي. بس هالمرة خليت لها قيمر، ولو كثرت لها القيمر بعد يصير بعد أطعم، يعني طعمها يصير أطيب بعد. وانتي حسب المتوفر عندك، تقدرين بس روبة تخلين، تريدين بس قيمر تخلين، اكو يخلون حليب مكثف. انا قبل فترة سويتها حطيت حليب مكثف، يعني روبة وحليب مكثف خليت، ما خليت قيمر ولا خليت لها شكر. بس هالمرة لا، ما خليت حليب مكثف. سويتها بأربع حشوات طبعا، جوز المبروش ولبجوز وتمر وحلقوم، يعني هن ذن الحشوات اللي احنا نحبهن خليتهن. شوفوا هسه شلون صارت كلها رملية، كلها تلبست بالدهن. شوفوا شلون صارت. هسه عاد هنا بعد ما راح اخلي لها دهن، لان يعني هاي هي الطحين كله صار بيه دهن، ما بقى عندي طحين. ومن تصير تتكتل عندك هيجي، يعني بعد ما ظل طحين بيها، كلها تلبست بالدهن. تريدين تعرفين العجينة صارت زينة ومضبوطة، هاي هي. وبعد تخلين عليها السوائل من هيجي، من تعصرينها هيجي بيدك، شوفي ما قامت عاد تتفتت، يعني هاي دهنها كلش كافي. فهسه راح اخلي عليها المواد السائلة، راح اخلي القيمر واخلي الروبة. هاي الروبة طبعا ما كفت، رجعت خليت كاسة بقد هاي، بس ما صورت لكم اياها، ما لحقت اصورها لانه انا اعجن احتاجيت فخليت لها.
زين. هسه ان شاء الله راح الابسها، لان قطعت التصوير ورجعت خليت لها بقد هاي الكاسة همين، لانه الكمية مال الطحينة هواي مو مال روبة شوية. وهسه اشوفكم المي، تقريبا اخذت مي قلاص وربع او قلاص ونص تقريبا مي، يعني ما خليت لها مي هواي، اي تقريبا قلاص ونص، يعني قلاص هذا العادي، قلاص مال مي اللي نشربه. ابد لا تكثروا لها مي، الكليشة اذا يتكثر لها مي تصير مو طيبة، يعني طعمها كله يروح وتيبس، تصير يابسة لو مهما انت مخليت لها دهن. ومن تعجنينها هواي وتصير عجينتها مطاطية قولي خربت. هسه اشوفك العجينة المضبوطة مال الكليشة تتقطع، يعني هيك من تعجنيها تتقطع. هسه اكمل لها عجن وارجع لكم. هاي بعد ما رجعت خليت عليها الكاسة الثانية مال الروبة وعجنتها كل زين بالروبة. هسه راح اخلي لها المي. شوفوا المي ايش قد هو، تقريبا انا خليت قلاصين ونص بالطاسة، بس خليت، شوف انا خليت قلاص مي تقريبا، وراح اخلي بعد نص قلاص او اقل النص، يعني هم ابد ما اخلي لها مي هواي. وانا هسه ما جاي اعجنها، هاي مو عجن، هاي جاي الم العجينة بس، هاي بس الم العجينة هالشكل، لان من تنعجن راح تصير شلون المطاطية، فانا بس دا الم العجينة ما اعجنها. بس الابسها، يعني مجرد الابسها حتى المي يختفي، واشوفها بعد تحتاج مي لو لا. شوف عجينتها شلون بيضة وحلوة شكلها، ابد ما احمي الدهن. وطبعا اذا كمية شوية يعني راح يصير اسهل بالعجين، اسهل بالشغل، اسهل موادها اقل، تسيطرين عليها. انا والله ناوية اسوي اقل من هاي الكمية، بس شنتي قالت لي لا عم اسوي لنا اكثر، لان كليشتش طيبة ما ينشبع منها وبسرعة تخلص، سوي لنا هواي. قلت تدللين، بس من راح يعاونني بيها؟ خطية قعدت هي سوتها وياي. شوفوا راح اخلي لها تقريبا هذا ربع قلاص او اقل، اي يعني اخذت مي قلاص وربع خلينا نقول، يعني بس مجرد يعني هيجي شوية خليت لها مي. هسه هنا شوية راح اعجنها بس تتلابس بعد ما لميتها، بس هذا المي يختفي وهذا هو بعد. هسه اشوفكم عجينتها شلون تتقطع. اذا العجينة تتقطع هاي كلش يعني ناجحة 100%، مضبوطة 100%. يعني ما اريد عجينتها مطاطية ابد، لازم عجينتها تتقطع. شوف هسه هنا قام يختفي المي. هسه هنا بعد ما ظل بيها مي وعجينتها صارت تمام، بعد ما يحتاج لها لا لم ولا عجن ولا اي شي، ولا مي ولا دهن، صارت مضبوطة 1,000,000%. هاي بعد لا عجن ولا لا، صارت كلش تمام. شوفوا عجينتها شلون تتقطع. هسه اشوفكم اياها. هاي العجينة شوفي
بهالطريقة تنقطع. يعني مو مطاطية، عجينتها تنقطع. من تصير هيجي مرحلة قولي العجينة ناجحة 1,000,000%. هسه إن شاء الله راح ألفها وأشوفكم الحشوات سويتهن. هذا التمر طلعت من عنده النوى وخليت عليه شوية دهن من هذا دهن جنة وسمسم وحبة حلوة وهيل مطحون، وحبة حلوة طبعا مطحونة، وشوية جوز، وعجنته وسويته بهالشكل. والحلقوم، وهذا عندي جوز اللي بجوز هذا كسرته خشن وخليت له شكر مطحون وهيل. هذا المبروش جوز الهند هم خليت له هيل وخليت له حليب مكثف ولابسته صار بهالشكل. يعني ما تخلوا له حليب مكثف هواي، بس مجرد يتلابس حتى ما يظل يعني هيجي يطشر. زين، هاي على شكل سعفة. هسه هم راح اسوي وحدة وياكم حتى تشوفونها، لان انا ما صورتهن كلهن لانه الفيديو يصير طويل عليكم، فمجرد هيك نماذج وبعدين اكملها واشوفكم النتيجة. يعني التصوير ما ادري ليش يطلع ايدي سودة بينما هي ايدي بيض. والله العظيم ايدي بيضة، ليش تطلع بالتصوير سودة هيك ما اعرف. سمرة، شوفوا هاي على شكل سعفة. يعني شكل حلو وبسيط وبايدك تسوي، يعني ما تحتاجين القالب. فانا صراحة كنت ناوية كلها اسويها بيدي، يعني ما اسوي بقالب، بس تعبت والوقت ادركنا يعني ويا السحور يلا كملنا. بس ما نزلت الفيديو صراحة، يعني كلش تعبانة هاي ام الجوز لفيتها هيك ضفيرة شلون مال يعني قبل كانوا امهاتنا الله يرحمهم ويرحم امواتكم هيك يسوونها. فسويتها، سويت كم وحدة منها وبعدين البقية بالقالب. الحبة سودا والسمسم بالعجين كلش طعمه طيب. هاي ام الحلقوم هم راح اسوي لكم اياها شكل. هاي على شكل سعفة كلش حلو شكلها بسيطة. اللهم صل على محمد وآل محمد. عفوا، هاي بعد ما كملتها شوفوا طلعت هاي النتيجة مالتها. يعني 3 كيلوات طحين طلع عندي هاي الكمية، خير ما شاء الله، يعني خير من الله. هواي صارت. هاي ام التمر والله العظيم تبقى هشة الآخر قطعة بيها، ومثل ما هي عبالك هسه مسوينها. هاي هيجي شكل سويته، هاي قصات هيجي سويت التمر. زين، يعني وانت بكيفك بعد تتفننين بيها. اي نقشة اللي تعجبك. هاي ايش كم وحدة سويتهن بالقالب. هاي الخفيفة سويتها بالزعتر، بقت عندي عجينة. اي نقشة اللي تعجبك، اي شكل اللي يعجبك تحبين تسوينه بايدك بالقالب، هاي بعد ظلت يمك. بس اهم شي الحكي على العجينة، وحتى الحشوات، الحشوة اللي تعجبك تخلينها. زين، بس اهم شي هاي ام المبروش جوز الهند. اهم شي الحشوات، العفو اهم شي العجينة. العجينة اذا مضبوطة تصير الكليشة كلش مضبوطة وطعمها طيب. والمواد اللي تخلينها بيها يعني مثلا الروبة الزبادي، القيمر، الهيل، السمسم، الحبة سودا، هاي كلها مطيبات تخلينها للعجينة يعني تسوي فوق ما يعني طعمها فوق الخيال يصير. هاي طبعا صارت الجوز لي جوا، يعني لازم اقلبها كلها واطلعها
حتى اشوفكم اياها. والله انصحكم تجربوها وبهاي الطريقة مالتي والكمية اللي تعجبكم. يعني هسه انا 3 كيلوات مسوية، تقدرين تسوين كيلو ونص، تقدرين تسوين كيلو. يعني هسه الكيلو المقادير مالته نص كيلو دهن. وهاي علينا وعليكم بألف عافية.